Hello everyone, welcome back. النهاردة إن شاء الله we were talking about jewelry in English. قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل لايك وفولو لو متفرج على فيسبوك وسبسكرايب لو متفرج على يوتيوب. Let's get started. I can't tell you enough، يعني مش هقدر أقول لكم قد إيه أنا بحب الجولري، مع إن أنا شخص في العادة ما بيلبسهاش خالص إلا لما يكون يعني ليا مزاج، وبحب قوي قوي أجمعهم لسبب ما، بس I love it. يعني حسيت إن دي فرصة كويسة أوي أفرجكم عليها، لإن أنا أصلًا ما بالبسهاش كفاية. فlet's get started. نبدأ من إيه، نبدأ من إيه؟ أوكي، نبدأ بالحاجات الclassic اللي هي اللي عندنا كلنا أو معروفة كلها. دي اسمها chain اللي هي السلسلة العادية chain. أوكي. في فرق بين الchain والعقد اللي أنا لابساه. الchain اللي هي سلسلة عادي، والعقد اللي هو بنقول عليه necklace وده اسمه pearl necklace لإنه معمول من اللؤلؤ، مش حقيقي طبعًا. طيب اللي بيبقى متعلق فيها دي في منها أنواع، بس اللي دي اسمها banded، عمومًا اسمها banded، إلا إذا كانت بتفتح وتقفل بيبقى اسمها locket. عارفين إن بيحطوا فيها صورة حد وبتفتح وتقفل؟ cute أوي. في بقى إيه تاني معروف، طبعًا أكيد عارفين الساعة hand watch. عندنا إيه كمان، عندنا أنواع الحلقان الearrings، حلقان عمومًا earrings. في كمان brooch ده اللي هو بيبقى زي من ورا دبوس كده، ومن قدام بيتعلق اسم brooch زي العربي brooch. الخواتم بقى عمومًا اسمها rings أو ring، ده مثلًا ده اسمه ring عادي. مش بيبقى في أنواع كتير بقى إلا إذا حسب التفاصيل، يعني مثلًا ده ممكن نقول عليه diamond ring عشان في فص diamond، يعني بنقول عليه إيه diamond ring، وفي منه أشكال كتير. في إيه كمان، في عندنا ال الغوايش عمومًا اسمها bangles. لو هي زي بتاعتي كده بتتلف فاسمها spiral. الحاجات الحلزونية دي اسمها spiral bangle. أوكي. إيه تاني عندنا في الحلقان، هنتكلم عن الحلقان شوية. عندنا earrings الحلقان اللي هي earrings. الحلقة ده هنقول عليه dangling